السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم باش نحكي لكم على برشا اخبار خرجت اليوم من المدرب الجديد للميركاتو، لكن قبل هذايا ما تنساش تخلي فولو جيم باش توصلك اخر الاخبار. بعد الرحيل الرسمي فوزي البنزرتي نحو الاتحاد الليبي، اداره النادي الافريقي ما ضيعتش الوقت واعلنت اليوم على التعاقد مع المدرب ماهر الكنزاري لقياده الفريق في الموسم الجديد. كنزاري يعرف البطوله التونسيه مليح ودرب برشا انديه تونسيه من بينها نادي رياضي البنزرتي، الملعب التونسي والترجي، وكانت عنده تجربه قصيره مع المنتخب التونسي، لكن اخر محطه الكنزاري في البطوله كانت مع الترجي قبل ما تم اقالته في نصف موسم 2025-2026 بسبب النتائج السلبيه. وبرشا جماهير من النادي الافريقي رفضت الاختيار هذايا ومنهم انا شخصيا، خاصه بسبب الماضي نتاعو مع الترجي وحدود الامكانيات. يعني من اول نهار الكنزاري داخل في تحدي كبير باش يكسب ثقة جماهير النادي الأحمر والأبيض، مع إنه شخصيا ما نتصورش يكسبها. نتعداو للميركاتو وين في آخر فيديو حكينا على متوسط الميدان الإيفواري سيدو لامين ساكو قائد فريق سيكام ميموزا، بعد ما الفريق دخلت معه في مفاوضات متقدمة وكان قريب برشا من الاتفاق، لكن في آخر لحظة اللاعب اختار وجهة أخرى، واليوم صحح عقد مع الترجي لمدة 3 سنوات، والسبب الرئيسي كان العرض المالي، وين الترجي عطته راتب أعلى برشا من الراتب اللي عطته له النادي الإفريقي. وهكا اللاعب ليفواري اختار البارك بي على البارك A. زاد اسم آخر كان مرتبط بالنادي الإفريقي في الأيام الأخيرة وهو الجناح حسام الحباسي، لكن اليوم اللاعب حسم وجهته الرسمية وين صحح مع نادي الميناء العراقي بعد نهاية تجربته مع النصر الكويتي، وهذا يعني انه اسم الحباسي خرج نهائيا من حسابات النادي الافريقي. الى حد الان النادي الافريقي حافظ على نفس الاسماء في الميركاتو، لكن في المقابل مازالوا برشا اسماء قاعده تدور في كواليس النادي الافريقي، خاصه بعد خروج عديد اللاعبين اللي يلزم تعويضهم. وانتم شنو رايكم في تعيين ماهر الكنزاري؟ وانا شخصيا ضد القرار هذايا. لهنا وصلنا لاخر الفيديو، ما تنساش تخلي سبسكرايب باش توصلك اخر الاخبار.